السلام عليكم يا احلى اخوات واحلى صحاب واحلى عيله. النهارده معاكم رانيا فضفضه قلبي مع رنوش، حكايه جديده وقصه جديده، يا رب يكون بتعجبكم، واستنى كومنتاتكم وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد وتفعلوا الجرس. النهارده قصتنا بعنوان بنتي اللي ما قدرتش انقذها. انا راجل عادي عايش علشان بنتي، كانت هي روحي، ضحكتها كانت النور اللي بيطرد عني كل هم. كل يوم ارجع من الشغل تعبان الاقيها مستنياني عند الباب، تجري تحضني وتقول لي بابا وحشتني. كنت بحس ان الدنيا كلها تتجمع في الكلمة دي. في يوم ابتديت الاحظ انها بقت ساكتة اكتر، ضحكتها قلت، عيونها بقت حزينة. كنت بسألها مالك يا بنتي، ترد بابتسامة باهتة مفيش يا بابا، لكن قلبي كان حاسس في حاجة بتوجعها. بعد فترة اكتشفت ان بنتي بتتعرض للتنمر في المدرسة. صحابها كانوا بيسخروا منها، بيجرحوها بكلام صعب، كلام كسرها من جوه. وانا ما كنت جنبها وقت ما كانت محتاجه حضني اكتر من اي وقت. كنت مشغول بقول لنفسي دي كبيره وتقدر تواجه، لكن الحقيقه كانت بتتألم لوحدها. اللحظه اللي كسرتني في ليله دخلت اوضتها لقيتها بتكتب في ورقه: بابا انا تعبت، نفسي انام وما اقومش. الكلمات دي قتلتني. ازاي بنتي اللي كنت فاكرها قويه تبقى مكسوره للدرجه دي؟ ازاي انا المفروض اكون سندها اسيبها تنهار لوحدها؟ حضنتها ووعدتها اني مش هسيبها تواجه وحدها تاني. اتعلمت ان اوقات الكلام البسيط والاهتمام الصغير بيمنع وجع كبير. اتعلمت قصتي مع بنتي علمتني ان الاب مش بس مصدر امان، الاب حياة كاملة لولاده، وان كلمة بابا مش لقب، دي مسؤولية ومحتاجة قلب صاحي دايما. فعلا الابوة هي اساس البيت. الاب اساس عمود البيت زي ما بيقولوا. لازم يكون عينيه صاحيه، شغال تعبان، لكن لازم في وقت لبناته، وقت لعياله، وقت لمراته. لو هو مال سنه البيت ممكن يقع. والتنمر، ليه تتنمري على صاحبتك؟ ايه اللي فيها، ايه اللي فيكي وما فيهاش؟ التنمر يا جماعه احنا بنواجه المشكله دي في جميع المدارس، في الكليات، في السناتر، في كل حاجه. تلاقي بنتي مثلا قصيره شويه، ليه قصيره كده؟ ليه يقعدوا يضحكوا عليها ويتنمروا عليها؟ الموضوع صعب. انت بني ادمه زيك زيها، لازم تحسي بيها ولازم تحافظي على مشاعرها. والاب انت سند لبنتك ولابنك ولمراتك، انت اساس البيت، انت اللي مسؤول عن كل حاجه كبيره وصغيره. كل راعي مسؤول عن رعيته، وانت الراعي بتاع البيت دوت. انت بتبقى مشغول عشان تجيب لهم الاكل والمعيشه والحياه، بس برضو لازم تخصص جزء من وقتك ليهم، تسمعهم. تسمع بنتك ايه المشكله، تيجي مثلا بعد كل يوم تعب تيجي ترتاح شويه وتقوم لي مثلا لابنك: ايه اللي حصل معك النهارده في المدرسه؟ ايه اللي حصل معك النهارده في الكليه؟ لازم ده اساسيات يا جماعه، احنا ما نستغناش عنها. لا، ما ينفعش اب يتغاضى عن الموضوع ده، يقول لا انا تعبان وباجي شقيان وباجي ده اجي انام وامهم معاهم. لا، ربنا خلى ام واب ليه؟ عشان يشيلوا حاجه واحده. ما الام مثلا تقول لك انا تعبانه في البيت مش فاضيه لهم، زيك زيها، زي ما انت ما بتشقى بره هي بتشقى جوه. ولازم انتوا الاثنين، كل واحد بنته تيجي من بره او ابنه يجي: ايه اللي حصل النهارده؟ ايه يومك النهارده؟ حياتك النهارده كانت ماشيه ازاي؟ صحابك النهارده انت مصاحب مين؟ تتعرف على اصحابه، تتعرف على زمايله. لازم الحياه كده، الحياه مشاركه، والاب سند وعمود البيت. ده رأيي، ويا رب استنى رأيكم في الكومنتات. ومعكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش.